متابعي قناة أبجد، مرحبا بكم. نلتقي اليوم مع درس جديد خاص بكتاب المختار في اللغة العربية للسنة الأولى إعدادي مادة اللغة العربية، وهو نص خطبة حجة الوداع الموجود بالصفحة 16. إذا ندرس هذه الخطبة وفق العناصر الآتية. قبل ذلك أدعوكم إلى الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد، وإلى تفعيل جرس الإشعارات للتوصل بكل الدروس التي نضعها في قناتكم قناة أبجد التعليمية. لا تنسوا كذلك التفاعل مع هذا الفيديو بالإعجاب والمشاركة والتعليق وطرح بعض الأسئلة إن لزم الأمر ذلك، والاستفسار سأجيبكم في التعليقات إن شاء الله. بالنسبة لدراسة هذا النص يكون وفق الخطوات والمراحل الآتية: الملاحظة والفهم، أو اكتشاف النص وفهمه. نبدأه بنوعية النص. النص عبارة عن خطبة، ودليل ذلك المؤشرات، يعني الدلائل. دعاء الافتتاح، افتتح الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته بدعاء. الحمد لله، عبارة أما بعد، عبارة أيها الناس. هذه كلها تدل على أن النص هو عبارة عن خطبة. مصدر النص: كتاب البيان والتبيين للجاحظ الجزء الثاني. بداية النص نجد فيها الحمد لله، وبها تبتدئ الخطب، يعني قولنا الحمد لله وحده. أما نهايته فهي قوله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أي الإعلان عن نهاية الخطبة. الصورة يظهر فيها طواف الحجاج حول الكعبة المشرفة بمدينة مكة المكرمة، وهو مكان إلقاء الخطبة النبوية. فرضيات النص اعتمادا على ما سبق، يعني على هذه المؤشرات، افترض أن النص يتحدث عن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين، أو يتحدث عن كيفية أداء مناسك الحج، أو تبليغ آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم للمسلمين. بالانتقال إلى فهم النص نشرح بعض الكلمات. استعينه أي التمس عونه، دنو أي قرب، ضل أي تاه، رشد أي اهتدى، السدانة خدمة الكعبة مثلها مثل السقاية. السقاية هي سقي الحجاج، أما السدانة فهي خدمة الكعبة كتنظيفها ووضع ستائر الكعبة وترتيب كل الأمور المتعلقة بها. المضمون العام هو الوعظ والنصح بتقوى الله والتزام حدوده، ومعاملة الناس بخلق حسن، وحفظ حقوقهم كذلك. تحليل النص نبدأه بالمعجم. هناك وصايا منظمة لعلاقة الإنسان بربه، ووصايا أخرى منظمة لعلاقة الإنسان بغيره. ما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه: تقوى الله، الطاعة، الاستغفار، اجتناب المحرمات. أما علاقة الإنسان بغيره: الإيخاء، حسن المعاملة، المساواة، الأمانة، التعاون، احترام الحق في الحياة. كتعليق على هذا الجدول: إن العلاقة التي تربط بين الحقلين، وليس الحقلان لأنه مثنى منصوب، هي علاقة تكامل، لأن طاعة الله وتقواه تحقق للإنسان احترام حقوق غيره. عناصر الخطبة وهي على الشكل الآتي: المرسل هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، المرسل إليه عامة الناس، الرسالة هي الوصايا التي تضمنتها هذه الخطبة. خصوص أساليب النص نعثر على مجموعة منها: الشرط، من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعصيهما فقد غوى، الأمر احذروا اتقوا، أما التفضيل إنه خير ما أوصى به المسلم المسلمة، لا أفضل من ذلك نصيحة، لا أفضل من ذلك ذكرى، القسم والذي صدق قوله وأنجز وعده. الغاية من هذه الأساليب هي التأثير في المتلقي، يعني السامع، سامع الخطبة أو قارئها، ليجد النصح والوعد سبيله إلى عقله وقلبه. مقصدية النص أي الغاية من هذه الخطبة: تسعى الخطبة إلى التذكير بالعقيدة الصحيحة
للناس والمتمثلة في تقوى الواحد الأحد وطاعته. أما تركيبه وتلخيصه يتناول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في خطبته الوعظ والنصح والوعيد. قد أكد عليه الصلاة والسلام على وحدانية الله عز وجل والنصح بالتقوى، مذكرا بفضائلها ونعم تمثل العباد لها، فتقوى الله هي مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، كما شدد على التحذير من معصية الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا هو درس اليوم، عبارة عن نص خطبة حجة الوداع. شكرا على متابعتكم، وإلى درس آخر إن شاء الله.